كل سنه وانتم طيبين يا بنات. هنبدا تحضيرات ليله العيد. انا بالنسبه لي بجد تحضيرات ليله العيد دي اكتر حاجه بتحسسني بالعيد. اول حاجه كده هنبدا بيها ان احنا هنعمل روتين حلو قوي قوي لوشنا، هيخلي وشك بجد ينور حتى لو انت مرهقه جدا. هتحطي اي جل عندك قبل ما تستخدمي الفلامينجو علشان يسهل عمليه ان هو يشيل الشعر ويشيل اي اتربه موجوده. عايزه اقول لكم ان بجد كنت غاسله وشي بالغسول قبل الموضوع ده. الماسك ده بقى اهم ماسك في حياتكم ولازم تعملوه. عرق سوس على معلقه نشا وعليهم ميه وتقلبيهم كويس قوي، واول ما لون الماسك يغمق بالشكل ده تبداي تحطيه على بشرتك. تحفه وبجد ينفع لاي منطقه في الجسم، بيفتح جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان بيشيل الخلايا الميته وفي نفس الوقت كمان بيفتح. انا بستخدمه كمان في الاندر ارم، بجد خطير. لو فاكريني هعمل روتين من غير الكبسوله السحريه بتاعتي يبقى انتوا غلطانين. انا بجد بعشقها وانتوا عارفين بجد ان من زمان جدا بستخدمها. حلوه قوي، بتخلي الماسك كده كله يتغلغل جوه خلايا بشرتك. حقيقي خطير، وبجد الماسك ده بينور الوش حرفيا وبيخليه مترطب جدا جدا. الشفايف اهم حاجه في الموضوع. دايما تسالوني بترطبي بايه؟ برطب ببيور، بجد ريحته حلوه وكمان بيرطب ترطيب عميق جدا. بستخدم السيروم بتاعي من ليلاك، حلو قوي يا بنات بجد. سيروم هيالورونيك وفيتامين سي خطير. بعد ما ينشف على البشره نحط اي مرطب عندنا، وباي باي.